البارحة بالجوف نار تلهب بين ضلوع العوج شبت حريقي كأنه يصاليها شمالي ليهب وزود على جرح بقلبي عميقي وعيني تصب الدمع من موقها صب أزريت لا ميز واشوف الطريق حزت وفات ابوي جسمي تكهرب اغيب عن وعي وعود وفيقي جيته وضميته وانا اقول يا رب جعل الخبر يا ابوي ما هو حقيقي حتى اكدوا لي بالتقارير والطب ان الكلام اللي سمعته وثيقي وحان الفراق الصعب واختارها الرب واصبح طريقه مختلف عن طريقي وغصب علي فرقه واقع صعب امر الذي في خلقه دقيقي وقفيت من عنده وانا ما معي قلب القلب عند ابوي يبقى الرفيقي هذا رفيقي كل ما حل بي كرب انا اشهد انه لي رفيق صديقي هذا سلاحي بالمواقف مزهب القاه لا دنيا يقامت ضيقي تومي رفيق الدرب زود على لب ما هو بابوي وبس هذا شقيقي الليل يا قبل حجاجه يرحب دايم علي خاطره ما يضيقي يا زين جلستنا وفيها تأدب وقصة من الماضي وبيت عريقي هي لذة الدنيا قبال محبب نشتاق له واشراق وجهه مشيقي مو من ولا هو يقبل الشتم والسب على عروض الناس ما هو شفيقي يا رب اجعل السالم ما يعذب وسع عليه بمنزله ما يضيقي يجعل له في جنة الخلد مرقب في عالي الفردوس يبرق بريقي باب من الجنة فتح للمشبب يجعل ابويا من جهنم عتيقي يا رب حقق مطلبي يوم نطلب ابوي لمحمد خليل